الشيخ الفزازي ونحن جالسين في اللايف يقول لي التطبيع أنت تشق الصف بين الشعب والملك. عندما الله 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 الله, الله يا شيخ تقول له يا شيخ، قال أنت تحاول أن توجد فجوة عملني عدو للمغرب وللمغاربة. أنت تحاول أن توجد فجوة بين الملك والشعب، الشعب هو الملك والملك هو الشعب في التطبيع. طيب يا أخينا ممكن الآن أخرج لك الآن شعب مغربي خرج في 12 مدينة رافض للتطبيع. هؤلاء من هم؟ لماذا تريد أن تصوروا الناس أنهم كلهم راضين للتطبيع؟ لا، هناك ناس رافضين للتطبيع ولا يقبلون التطبيع. قال لي أنت تسبب، أنت ليه تكلم لك أسبب إيش؟ يعني أصبح الآن الكلام عن التطبيع يضرب في الوحدة، أصبح مقدس التطبيع لدرجة أنه أنت يا فلان إذا ذكرت التطبيع أنت